يعني انت اللي شفت الفيلم ولا هم اصلا بدأوا تصوير في الفيلم؟ بس ايه ده دبان قاعد تقطع في الفيلم وتتكلم وترغي وتقول يا جدعان ما ينفعش كده. كل الهيلمان ده بسبب بوست نزل على الفيسبوك. تعالوا بقى بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناة، فعل الجرس، وتابع اخوك. في قلق وقلبان حصل في الوسط الفني بسبب ان سيادة المستشار تركي آل الشيخ قرر انه يعمل فيلم للاستاذ احمد حلمي، وقالوا فيه بعض الكلام كده ان هيطلع ان هو نصاب طالع موسم الحج وهينشل فيه او هينصب فيه او هيسرق فيه، وفيلم كوميدي يعني. فالشعب المصري يسكت تقطيع يا معلم. وازاي احمد حلمي يعمل فيلم يطلع فيه نصاب ويسوق صورة مصر، والباشا اللي هناك يكتب بوست ويقطع في احمد حلمي ويقول له عيب عليك يا عم احمد، مصر مش صغيره قوي كده انك تهينها. وناس تطلع تتكلم عن تركي آل الشيخ وتقول له انت مفكر انت هتهنا؟ طب يا عم الحلو، يا عم الناقد الفني، انت شفت الفيلم؟ انت ده مجرد بص. طيب انا بقى ممكن اقول لك حاجه صغيره. ما يمكن الفيلم ده فعلا معمول ان البطل نصاب مصري او حرامي مصري، ما يمكن يبقى فيه وجه اخر جوه الفيلم، ان مثلا دكتور او فيزيائي او كيميائي مصري برضه في السعوديه، وهو اللي يحول مسار النصاب ده من حد وحش لحد كويس. يحصل موقف ده سهل جدا على فكره، انا راجل سيناريست وبقول لكم سهل جدا ان اطلع نصاب فعلا مصري، وعادي جدا على فكره ما في نصابين مصريين وفي نصابين سعوديين وفي نصابين تركيين وفي نصابين سوريين، العالم كله فيه نصابين. يعني ايه الحوار؟ بس انت بتتكلم ان انت شايف ان فيلم بيصور ان المصري نصاب. طيب ده جزء من الفيلم لكن مش هي دي الحدوته. انت ايش عرفك؟ على فكره انا لو اتفرجت على الفيلم كله ولقيته انه فعلا بيسيء لمصر من خلال القناه دي هقطع في تركي آل الشيخ. انا بكلمك فنيا، دراستي، المجال اللي انا اتعلمته. ممكن البطل على فكره يطلع احمد حلمي نصاب مصري، بس يبقى هناك في السعوديه دكتور مثلا، جراح، عالم مصري، او ممكن يكون مصري شغال مثلا في مكان وبياخد مرتب متواضع وبيرفض رشوه كبيره جدا مثلا 2 مليون ريال فيرفضهم. فيجي النصاب المصري ده من خلال تعامله معاه يقول له حد يرفض المبلغ الكبير ده؟ فيقول له يا عم ايوه ارفضه لان ده حرام، ويبدا يفهمه ان الحياه مش دايمه، ان لو عشت مثلا 60 سنه ولا 70 سنه في الدنيا في مليارات السنين عايز اعيشها في الاخره. يبدا ينصحهم ويبدا من خلال رسائل بيوصلها له وبيوصلها لك انت كمشاهد ان هو برضه مصري محترم ومصري نضيف ومش كل المصريين وحشين. فانت حكمت على الفيلم من قبل ما يتكتب ليه، ومن قبل ما يتصور ليه، ومن قبل ما نشوفه ليه؟ يا عم ما تسيبوهم يشتغلوا، لعل وعسى يبقى فيلم حلو. وهرجع اقولها لك تاني، تركي آل الشيخ مش الشخص الساذج اللي هيهين مصر. خلي بالك ما يعرفش يهين مصر اصلا، وهو اصلا بيحبها مش عشان خاطر حاجه، لا هو اصلا بيحب مصر فمش هيهينها. فده فيلم لايت كوميدي كده، كوميديا موقف بتاع، هيبقى حاجه كويسه. ولو طلع الفيلم بيهين المصريين بجد، مع ان انا اشك في ده، وانا عارف ان تركي آل الشيخ بيحب مصر والمصريين عمره ما يهينهم، هنهاجمه. لكن انا لا اكلمك فن، ما نحكمش على الفيلم لما نشوفه. وانا شايف انها ممكن تكون فكره لطيفه جدا، فكره ظريفه جدا ونتقبلها كلنا. لكن انا ان احكم على فيلم ونوقفه عشان خاطر كام بوست احنا قلناهم ونزعل الناس مننا فيه، لا خالص، بالعكس اشتغلوا يا عم اشتغلوا. طبعا حد ظريف هيطلع يقول لي انت بتطبل لتركي آل الشيخ. هقول له كلمتين ورد غطاهم. هل تركي آل الشيخ بجلالة قدره هيسيب موسم الرياض والبوليفار ومصارعه المحترفين وصاحبه كريستيانو رونالدو والمنافسه بتاعت البلاي ستيشن اللي هيكسب فيها 60 مليون دولار وهيقعد يتفرج على فيديوهات ارمط؟ لا يا معلم، ما انت ما ترجمهاش حرف يعني، قصدي يعني فيديوهات عصمت. لا طبعا مش هتفرج عليه. بس انا بكلمكم بما يرضي الله، بكلمكم فنيا. وخلي بالكم من حاجه، تركي آل الشيخ انا بطلع اهاجمه كتير، فلو حاجه معاه بطلع اقولها وحاجه ضده والله العظيم على قناه الرياضيه مروق عليه يعني. فانسى، سيب الفيلم او ما تتكلمش عن الفيلم الا لما تشوفه. اول ما نشوفه وما يعجبناش هنتكلم. نفترض احنا شفنا الفيلم طلع حلو، هنطلع نشكر فيه. طلع وحش بيقطع في المصريين، هنطلع نقطع فيه. لا طلع حلو بس معمول بقى وحش، اللي هو ايه، كتكنيك اخراج وسيناريو واقع مثلا، هنطلع نتكلم. انا مش هسيب حد، انا قاعد لكم، انا فاضلكم. فانت يا معلم استهدي بالله كده وروق وسيب الناس يشتغل الفيلم. واحمد حلمي مش صغير برضه انه يضحك عليه، لا احمد حلمي هيختار حاجه كويسه. انا من القناه بتاعتي المتواضعه دي بقول يا رب يشتغلوا الفيلم ويشتغلوا افلام كتير، ولعل وعسى، لعل وعسى يا عم يبقى حاجه كويسه وتفيد السينما المصريه زي مثلا اولاد رزق.
فهو ده اللي عندي. لو عجبك الفيديو يا معلم اشترك في القناه، فعل الجرس، وتابع اخوك. يلا، السلام عليكم.